السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم جميعا. من يومين ثلاثة وأنا عم بحضر للشغلة قريتها أو وصلتني حقيقة، خبروني فيها بما يتعلق بكتاب التاريخ للصف الثامن، وفيما يتعلق بموضوع الدخول العثماني إلى البلاد الشام. ما سمي الآن بالدخول العثماني، ولكن نحن ندرسه بأنه هو احتلال عثماني. الحقيقة أنا محب للتاريخ، لذلك الموضوع استفزني وحبيت أقرأ أول شيء، اتاكد من المعلومات، بعدين اعطي بعض الملاحظات على الموضوع. اولا التاريخ يا جماعه ما هو لعبه، يعني ممكن الواحد بيجي بيكتب تاريخ اللي بده اياه. التاريخ هو عباره عن وقائع صارت. نعم صحيح ان التاريخ يكتبه المنتصرون، هذا كلام معروف، لكن التاريخ هو عباره عن وقائع ثابته حدثت في الماضي، يجب ان تؤرخ كما هي بغض النظر عن راينا الشخصي فيها. بنشوفه هذا احتلال، بنشوفه دخول، بنشوفه استعمار، بنشوفه انتداب الى اخره، بنشوفه فتح اللي هو. لكن لازم ما ننجرف نحو رغبتنا الشخصيه باعطاء مسمى معين الى حدث تاريخي. يعني مثلا الثوره الفرنسيه بالنسبه للملكيين في بريطانيا ليست ثوره فرنسيه، هي نوع من التمرد قام فيه الفرنسيين ضد الملك. لكن الحقيقه انه الملك كان فاسد جدا وسيء جدا وظالم جدا، وبالتالي كان لابد من القيام بتمرد عليه. وفي بداية التمرد لم يخلع، يعني رغم أنه قتل الملك والملكة ماري أنطوانيت وأولادهم، لكن بقيت الملكية إلى أن تم إلغاء الملكية بشكل كامل. موضوع إلغاء الخلافة في الدولة العثمانية في تركيا وإعلان الجمهورية التركية كان بسبب ضعف الخلافة في ذلك الوقت، وأنها لم تعد مناسبة للاستمرار، فقام كمال أتاتورك بإلغائها. فبالتالي نحن التاريخ ما فينا نكتبه نحن وفقا لآرائنا الشخصية، إذا بدنا فعلا جيلنا اللي قدام يفهم شو عم بيصير. وهذا الكلام صحيح أنا عانيت منه مع أولادي بالسنوات الماضية. أنا كنت شوف كتاب التاريخ دائما، مثل ما قلت لكم بحب التاريخ، ودائما بطلع على أي كتب تاريخية بتوقع تحت إيدي. فكنت أرى أنه عم بيحاولوا بكتب التاريخ اللي حاطينها يغيبوا بهذاك الوقت، طبعا يغيبوا الجيل الجديد عن تاريخه وعن شو صار، ويا ترى شو الصح شو اللي غلط. الدليل على الكلام هذا لكم بس شغله صارت معي. كنت بالصف اعتقد الخامس، فوقتها كتبوا انه صار الانفصال بعام 1961 بين سوريا ومصر، وصلنا لعام 63 وقامت ثورة الثامن من آذار. طبعا عم بحكي بالمسميات نفسها اللي كانت موجودة بالكتاب بهداك الوقت. بثورة الثامن من آذار لما قامت كان الهدف، كاتبين من أهداف الثورة هو إعادة الوحدة مع مصر. فأنا بكل براءة، بما أني كمان من هداك الوقت أنا يعني بحب التاريخ وقاري، وكنت أسأل كمان كثير عن أمور سياسية وتاريخية، فسألت الأنسة سؤال كثير بريء. قلت لها إذا كانوا بعام 63 بثورة الثامن من آذار من أهدافها هو إعادة الوحدة، طيب ليش ما رجعت الوحدة مع مصر؟ طبعا الأنسة بكل تهذيب وهدوء قالت لي خراس وعود بعدين بقول لك. لأنه طبعا كان الجواب غير منطقي، لأنه السؤال عم بيسألوا سؤال مضبوط. أنتم عقلوا أنه عملتوا ثورة الثامن من آذار بعام 63 لإلغاء عهد الانفصال، وبالتالي لازم يكون هذا الموضوع شو؟ عودة الوحدة مع مصر، وهذا كلام ما تم، بالعكس استمر الانفصال إلى يومنا هذا. فبالتالي هذا بس بيعطيك ملمح انه الانسه طبعا لظروف امنيه بهذاك الوقت ما قدرت تجاوبني انه البعثيين ما كان بدهم يرجعوا اساسا الوحده مع مصر، هي عباره عن لعبه ليوصلوا للحكم هن، وبالتالي يستولوا على سوريا الى ان تم التحرير الحمد لله في الثامن من شهر 12 بعام 2024. فبالتالي بعطيك انا مثال، وطبعا نحن تربينا على هالشيء، لكن انا يمكن غير العالم انه انا اقرا برا، اسال برا. كان في عندي خال كثير مطلع على الامور هي، والدي يعني حاول اطلع انا على الكتب، ما كان في انترنت. الان بعد ما صار في انترنت كثير في حقائق انفتحت على ارض الواقع، وبالتالي بتمنى من الكل لا تلعبوا بالتاريخ، اقروا التاريخ مثل ما هو، احكوا التاريخ مثل ما هو. الاجيال لازم تعرف، حتى تعرف تبني قراراتها في المستقبل على ما حدث في الماضي. كان عندنا مشكله نحن حقيقه، نحن دائما جيلنا ما بيقدر يبني قرار صح بالمستقبل اذا كان مو عارفان تاريخه. يعني ما بنعرف حاليا ليش الاوروبيين بيكرهونا، يعني ليش لهلا الامريكيين والبريطانيين لهلا واقفين مع الاسرائيليين ضد الفلسطينيين بالمنطق. مبادئ الثوره الفرنسيه، وهذا كلام كمان اذا بتقروا مبادئ الثوره الفرنسيه كانت العداله والحريه،
فهذا الكلام نادوا فيه السوريين لما طالبوا بالاستقلال عن فرنسا. كان الهدف الاساسي، كان النقطه الاساسيه المتمسكين فيها هو وجود العداله او اسس الثوره الفرنسيه اللي كانت ماسكتها الجمهوريه الفرنسيه، العداله والمساواه والحريه والى اخره. حتى بريطانيا، حتى امريكا، حريه التعبير وحريه الراي. لا، عم نشوف تغيير بهالمفاهيم هي كلياتها. فبالتالي ما فيني انا يعني اقول عن شغله الا اذا كانت موجوده فعلا. يا ريت التاريخ نقرا مثل ما هو، نكتبه مثل ما هو بدون اي تغيير او بدون اي تحريف. المهم بنرجع لموضوعنا، بس نقطه اخيره. الفتره الماضيه مثل ما قلت لكم كان في محاوله لفصل الجيل عن تاريخه، ونحن حقيقه من الناس اللي احنا ولدنا بالسبعينات، يعني ولدنا بعهد حافظ الاسد واستمرنا الى عهد بشار الاسد، والحمد لله الله ارجانا نهايه هذه الاسره الحاكمه، اذا صح هذا التعبير اسره حاكمه، بنقال على الممالك، لكن يبدو انه كنا مملكه باسم جمهوريه. فالمهم انه كل شيء بتاريخنا بذهننا بلش يتركز باسم البعث، وانه سوريا قامت عند قيام البعث، وانه البعث هو اللي عمل والى اخره، وانه حافظ اسد هو رمز الثوره العربيه، ويعني هو اللي عمل، وسوريا قبله كانت ولا شيء. هذا كان طبعا كله غير صحيح، لانه لما تطلعوا على كتب اخرى غير الكتب المدرسيه وغير الخطاب الاعلامي اللي كان موجود من النظام في ذاك الوقت، بتعرفوا تماما على انه سوريا كانت دوله مزدهره رغم الانقلابات اللي عم بتصير فيها، لكن كانت اقتصاديا عم تمشي بخطى جيده، وكانت الدوله براس الهرم عم يتغير. لكن صحيح الدوله كان ما فيها استقرار كامل، لكن كان فيها نوع من الحريه، فيها نوع من الحكي قبل عام 1958 لما اجى الوحده بايام جمال عبد الناصر. المهم نرجع لموضوعنا. انا لاحظت انه بلشت المشكله، قريت كتاب التاريخ من اوله، كتاب حلو مثل اللي كنا ندرسه نحن بزماناته لما كنا نحن صغار. فالكتاب جميل، في كثير مشوق بصراحه، في قصص كثيره حلوه عن تاريخ سوريا، عن تاريخ المنطقه. لكن المشكله لما وصل عفوا الكاتب لموضوع فتره الوجود العثماني، خليني اقول، او الاحتلال العثماني اللي بدكم اياه بسوريا وبلاد الشام وحتى بالبلاد العربيه، هون وصل لمشكله ما اعرف شلون بدي اكتب. بصراحه انا لاحظته كانه هون كربج تماما، يعني ما اعرف انه يا ترى انا شو بدي اكتب احتلال، طيب بيزعلوا مني الاتراك، بكتب دخول عثماني، يلا بجوز يزعلوا مني الناس، بس يعني ضاسه ضيعه، بس بقول احيانا هدول كانوا يكتبون النظام القديم، وبالتالي ما حكتب احتلال، اكتب دخول. سوريا خلينا نحكي بصراحه، انا على فكره لست ضد تركيا اكيد. انا تركيا من الدول الداعمه لسوريا وتشكر على موقفها من سوريا، وخلينا نتخيل نحن وضع سوريا حاليا لو كانت تركيا عدوه لنا وليست صديقه لنا بهالفتره هي، كان وضعها حيكون سيء جدا. انت محاصره بتصير من اسرائيل بالجنوب وتركيا في الشمال، والدول الاخرى ما حتقدر تزعل تركيا مشان كرمال عيونك يعني انت، وبالتالي كان وضعنا حيكون اسوء بكثير. لكن انا خليني اقول شغله، سوريا كبدايه لم تحكم من قبل السوريين أبدا، لكن السوريين قبلوا بحكام قدموا عليهم أو قدموا إليهم منذ أن أسست هذه المنطقة، قبل أن تكون هناك شيء اسمه الجمهورية السورية أو الجمهورية العربية السورية. يعني من وقت ما كان في بعد ما انتهت مملكة تدمر وممالك دمشق، كان دائما يجوا الاشوريين من العراق، عم بحكي المسميات الان حسب التوزيعات او التقسيمات السياسيه حاليا، كان يجي غزوات من الشرق من العراق، كان يجي غزوات من مصر يحتلوك، يعني يقعدوا بالمنطقة تبعك ويحكموا. بعضهم حكم بالعدل وبالتالي قبل بهم السوريون، وبعضهم حكم بالظلم وبالتالي لم يقم، يعني ثار عليهم السوريون، خلينا نقول اهل دمشق او اهل حلب او اهل المحافظات، اهل المنطقه هي اللي اسمها سوريا، ثارت على هذه الناس وقامت بطردهم او تعاونت مع جهات اخرى لطرد هؤلاء الغرباء عن سوريا، وبالتالي جلبوا غرباء اخرين، لكن الغرباء الاخرين كانوا افضل من الموجودين حاليا، وبالتالي كل غريب كان يجي كان بعضهم يتعاون مع اهل البلد وبعضهم كان لا يتعاون مع اهل البلد. هذه نقطة جدا مهمة، واستمر الكلام هذا على فكرة حتى بعد الفتح الإسلامي. طبعا أيام الدولة البيزنطية كانت محتلة لسوريا وليست دولة، يعني جاءت إلى سوريا، لكن السوريين قبلوا بالدولة البيزنطية لأنه كان في وحدة دين بينهم وبين البيزنطيين، كانت المسيحية منتشرة في بلاد الشام، وبالتالي لما اجوا البيزنطيين اجوا تحت رعاية تحت إشارة الصليب،
وبالتالي ايضا السوريون انضموا الى البيزنطيين، رغم انه البيزنطيين كانوا لديهم مظالم كثيره جدا في سوريا، وهذا الذي ادى في النهايه، وبلاد الشام بشكل عام، وهذا الذي ادى في النهايه الى انه العرب، خلينا نحكيها بصراحه، قاوموا في البدايه الفتح الاسلامي. الأهل بلاد الشام كان في مملكة الغساسنة اللي موجودة في بلاد الشام قاومت الفتح الإسلامي، لكن لما استقر الموضوع للمسلمين في بلاد الشام، وتعرف أهل بلاد الشام على هؤلاء الفاتحين الجدد وعلى الدين الإسلامي، الناس شعرت بارتياح، وقبل السوريون بالفتح الإسلامي وبل واعتزوا به واستمسكوا. يعني الدولة الأموية كانت دولة سورية من السوريين، لا، كان سيدنا معاوية بن سفيان هو من قريش، من مكة، يعني من ناس، خلينا نحكيها بالمنطق الإقليمي، هو ليس من أهل سوريا، ولكن قبل السوريون بحكمه وبل وساعدوه. يعني منذ أن كان واليا على بلاد الشام ضل 10 سنوات لما صارت المشكلة بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب، الأهل بلاد الشام وقفوا مع سيدنا معاوية، تمام؟ هيك وجهة نظر كانت انه هذا القائد تبعهم، فبالتالي هن قبلوا باللي موجود حاليا، وبعد اللي موجود بهذاك الوقت اللي هو سيدنا معاويه او الدوله الامويه. بعد ذلك جاء العباسيين، ورغم انه العرب او اهل بلاد الشام كرهوا العباسيين في البدايه، لكن بعد ذلك وافقوا عليهم عندما راوا انه خلاص امر واقعي، ما في مجال، رغم انه العباسيين كمان ليسوا من اهل المنطقه. بعد ذلك جاء بعد الدوله العباسيه الدولة الزنكية كمان مالا من أهل بلاد الشام. نور الدين الزنكي ليس من بلاد الشام، هو عربي لكن مو من بلاد الشام. صلاح الدين الأيوبي ليس من بلاد الشام، لكن السوريين كانوا يعتزون بهؤلاء الأشخاص، لأنه أشخاص مناح. أنت دائما تنتمي إلى كل شخص جيد، وليس انتمائك إلى الطائفة أو القومية تبعه. وما ثاروا عليهم، يعني ما صارت ثورات ضد الزنكيين. ليش؟ هذا السؤال يطرح. ما قامت ثورات ضد الأيوبيين، كمان هذا السؤال يطرح. حتى فيما بعد عندما جاء المماليك أيضا ليسوا عربا، يعني المماليك ليسوا عرب أساسا، ومع ذلك أهل سوريا استقبلوا المماليك، لأن وضع البلد كان سيء بحاجة لمن ينقذها، وبالتالي قبلوا بهؤلاء الأشخاص ليكونوا حكاما لهذه البلاد. بعد ذلك أيضا جاء بعد ذلك عندما وصل المماليك إلى الحكم بقيوا فترة زمنية طويلة، ولكن المماليك كانوا سيئين، دائما في نهاية العهد يكون في سوء. فبالتالي عندما جاء العثمانيون وسمع العرب، طبعا كان في رابطة بين، فبالتالي المماليك في نهاية عهدهم كان عهد سيء جدا، وبالتالي كانت الرابطة اللي تجمع بين أهل بلاد الشام، بين معظم أهل بلاد الشام اللي اعتنقوا الدين الإسلامي وبين كل هالممالك اللي اجت، هو الدين، وحدة الدين بيننا وبينهم، وحدة أنهم عرب ونحن عرب، تمام؟ هذا رغم المماليك ما كانوا عرب، لكن كانت وحدة الدين بيننا وبينهم. حتى إذا بتلاحظوا يعني أسماء ملوك أو سلاطين الشام ما بحكي عن دمشق، أنا بحكي عن الشام، بلاد الشام، لا بتكن عربية. يعني توران شاه كان أخوه صلاح الدين، شخص ليس عربي. اللي بعده كمان اجوا كمان ليسوا عربا. بتسمع اسماء غريبه، يمكن ما درس هلا ما حاضر بذهني، حتى ما خربت بشيء اسم، بس هي اسماء غريبه. حتى اذا بتنزلوا هلا على دمشق القديمه بتلاقوا بعض الجوامع والمدارس اللي كانت موجوده من العهد المملوكي باسماء غريبه، يعني اسماء ليست عربيه اطلاقا. هدول الناس اللي كانوا موجودين لكن عمروا وبنوا بالشام وبنوا بلاد الشام، وكانت الامور كانوا مقبولين. لكن في نهايه عهد المماليك كان لابد من التغيير، وعندما جاء العثمانيون كانوا ايضا مسلمين، وبالتالي هذا كان رابطه جديده جمعت بين اهل بلاد الشام وبين العثمانيين بانهم ايضا مسلمون وكانوا افضل من الممالك. فبالتالي قبل اهل بلاد الشام بهم، ولم يثوروا على فكره على العثمانيين الا على بعض الولاة. وعلى فكره ما كان الهدف من الثوره على بعض الولاة هو الاستقلال عن الدوله العثمانيه، لا بالعكس، كان في شيء اسمه الرابطه الاسلاميه اللي هي تربط كان في الخليفه ذو منصب سياسي ومنصب ايضا ديني،
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو منصب ديني، وبالتالي الناس أقرت بوجوده رغم أن العثمانيين مثلهم مثل المماليك، مثلهم مثل الأيوبيين، مثل الزنكيين، مثل كل اللي كانوا قبل، لم يكونوا من أهل المنطقة، لكن الناس قبلت بهم لأنهم كانوا عادلين في بداية حياتهم، في بداية عهدهم، وكانوا نهضوا بالبلد وساروا بها إلى الأمام. والشعب شو بده؟ الشعب يعني إذا لم يقم الشعب بده يكون في واحد يقوده، سواء كان منه أو مو منه، لكن يقوده نحو شيء أفضل ونحو رفاهية أفضل. لذلك قبل أهل بلاد الشام بالحكم العثماني وبقيوا على الحكم العثماني، وهم لم يسموه استعمارا أبدا ولا استبدادا أبدا، بالعكس العثمانيون عندما جاءوا بدأوا ينهلون من بلاد الشام. وعلى فكرة دمشق المذهب الديني للدولة العثمانية أخذ من الشيخ محي الدين بن عربي الموجود بمنطقة الصالحية، هو شيخهم، انه هو شيخ الطريقه الصوفيه، وبالتالي هن اجوا الدوله العثمانيه وكان دائما شيخ هو هذا الرجل، وتعلم كبار سلاطين على يد هذا الرجل في بدايه وعلى يد يعني اهل الشام. ما حطول عليكم، نبدو رح نحتاج لجزء ثاني لحتى نكمل حديثنا. كل الحديث كان مقدمه، لكن بس عم نعطي تمهيد نحن بانه لا يمكن نكتب التاريخ بوجهه نظرنا الخاصه، لا، التاريخ يكتب كما هو، مثل ما حكيت لك اياه انا هلا، بالفكره اللي قلت لك اياها هلا، انه هي الفكره كانت موجوده سابقا وليست الافكار. انا بجي واحد بقول لك بكره العثمانيين فبيقول لك اخي هذا احتلال عثماني، واحد بكره العرب، بكره المسلمين فبيقول لك كان في احتلال اسلامي لبلادنا الشاميه، لبلاد الشام، وهذا كلام غير صحيح. كل شيء يسير وفق منهج، وبدك تحكي عليه بنفس الاساليب وبنفس المنطق والظروف اللي كانت في ذلك الوقت، وليس وفق منطق وظرف اخر. لازم نلتقي بالجزء الثاني. احنا الجزء الثاني حنبلش نحكي عن الكتاب فعلا، عن الفقرات المكتوبه فيه، ورح لكم على الاشياء الصحيحه اللي كان يجب ان تكتب في هذا الكتاب. وحتى اذا قريتوا هذا الكتاب تعلموا اولادكم الشيء الصح، طبعا يدرسوا الكتاب اكيد، لكن يعلموا اولادكم الشيء الصح، لانه لازم تكون الامور ماشيه بمسمياتها. شكرا لمتابعتكم، ما حطول عليكم كثير، بس ان شاء الله بكره رح يكون في عندنا فيديو ثاني نكمل فيها حديثنا بعد ما حطينا هالمقدمه هي، ونحكي عن الكتاب وما ورد في الكتاب والاخطاء اللي انا برايي موجوده في الكتاب والتي لابد من مراجعتها. بعتذر على الاطاله، شكرا لكم كثير، بتمنى تتابعوني بالفيديو الثاني، ما تملوا معنا، الموضوع كثير مهم يا جماعه، انا عانيت فيه بشكل شخصي مع كل اللي حوالي كانوا اصبحوا من خلال نظام الاسد صاروا جهله بسوريا وبتاريخها، وحتى ما عاد عرفوا لقدام مين هن، يعني فقدنا هويتنا نوعا ما كسوريين. شكرا للمتابعه، بلتقيكم بالفيديو الثاني ان شاء الله وبالجزء الثاني من موضوع كتاب التاريخ والتعديلات التي عليه. شكرا لكم، شكرا لصحبتكم معنا، بتمنى الاشتراك بالقناه، تفعلوا الشير الفيديو لاكبر قدر ممكن. الهدف من الفيديو هو المحبه، وليس الهدف منه هو التعدي على اي شخص. كل شخص يجتهد لا باس به، لكن نحن الهدف منه انه نوضح الحقائق للناس، والناس هي اللي بتقرر. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.